حالات لازم ناخد فيها اوميجا 3. معاكم دكتور نرمين فخر الدين، وما تنسوش اللايك والفولو والاكسبلور. حالات السمنه وزياده الوزن لانه هيساعد على تنشيط الخلايا وكمان هيعلي معانا الحرق. الناس اللي عايزه تهتم ببشرتها وحاسه ان بشرتها مش صافيه وعايزه تزود النضاره وكمان تزود الترطيب ويعالج الاكزيما تاخد اوميجا 3. امراض القلب وارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثيه وضغط الدم لازم تراجع دكتورك في انك تاخد اوميجا 3 لانه هيدعم عضله القلب جدا وهيساعد في علاج وتحسن الشرايين. وجع العظام وخشونه المفاصل لانه بيقلل من الالتهابات بصوره كبيره جدا. وزي ما فيتامين د انتشر جدا انه بيأثر في حالات الاكتئاب وتظبيط المود، الاوميجا 3 كمان ليه دور فعال جدا في تحسين المزاج وتحسين المود، وفي حالات الاكتئاب او الشعور ان الحاله سيئه كده لازم برضو ناخد اوميجا 3، هنحس معاه بفرق كبير جدا. اما بالنسبه للناس اللي بتنسى كتير، زي ما في ناس نسيت لحد دلوقتي تعمل لايك للفيديو وتعمل فولو، فلازم ناخد اوميجا 3 لان الاوميجا 3 بيحسن الذاكره جدا، بيساعد جدا على التركيز واليقظه والشعور كده ان انا دماغي فايقه ومركزه وقادر اواظب خلال يومي.